ولكن حين ننظر إلى الناس الذين يستقبلون رمضان، وربما نجد اللي بيستقبلوا رمضان بالفرحة الشديدة وبالأنوار تزين الجدران ولا تزين الصدور، وتزين الموائد ولكنها لا تزين المساجد، وتزين المطابخ، تزينها وتشحنها. نقول له لا، خد شوية قيم ويا هذه القيم، وإلا إن لم تصنعوا ذلك فسيظل الإنسان في شراسة ملكاته، وسيظل المجتمع الإسلامي كله في شراسة ملكاته الخاصة. حين يوجد ذلك في الإسلام لا تجد أمة على قلب أمة، كما لا تجد فردا على قلب فرد. وحين لا توجد أمة على قلب أمة يظل لكل أمة منهجها، ولكل أمة هواها، ولكل أمة شعارها، لأنها لم تفئ جميعها إلى منهج واحد يجمعها.